عاجل. روسيا تصادر سفينة في الساحل السوري تحمل على متنها 10,000 عينة من مادة الإدرينكروم التي يتم سحبها من محاجر الأطفال وأنوفهم بعد أن يتم تعريض الطفل للضرب المبرح والتعذيب الشديد والخوف والهلع، وكثير منهم يتم سحب هذه المادة أثناء تأدية الطقوس الشيطانية على هؤلاء الأطفال. السفينة كانت قادمة من الكيان، وتم مصادرة الشحنة بالكامل والوثائق المحمولة مع هذه الشحنة، طبعا أسماء الأطفال وجنسياتهم والأكواد التي تحملها هذه العينات. الأطفال هم المختطفين حصريا من غزة، والأطفال الأوكرانيين الذين باعهم الاتحاد الأوروبي مثل ما حصل بالنمسا، اختفى أكثر من 1800 طفل في ساعة واحدة من دار رعاية في فيينا. طبعا قامت السلطات النمساوية بشطب أسماء الأطفال الأوكرانيين من سجل وزارة الداخلية ومن سجل شؤون الهجرة، طبعا انباعوا على البارد المستريح. والأطفال الشريحة الأخرى هم الأطفال السوريين الذين سلمهم بشار الأسد قبل أن يغادر سوريا بيومين، وكل الأطفال الذين كانوا موجودين بدور الرعاية في كل سوريا باعهم إلى النخبة. هؤلاء الأطفال تم سحب عينات الإدرينكروم منهم. بالإضافة إلى هذا طبعا روسيا صادرت الشحنة واعتقلت الموجودين. السفينة مثل ما قلنا كانت متجهة إلى الاتحاد الأوروبي. مادة الإدرينكروم لا يتعاطاها فقط المشاهير والفنانين والرياضيين والسياسيين والإعلاميين، لا، أول من يتعاطى مادة الإدرينكروم هم القضاة والمحامين والمترجمين والمدعين عامين بالدرجة الأولى. لذلك الاتحاد الأوروبي يخاف من تسليم حقيبة وزارة الداخلية لأي حزب يفوز ضد هذه المنظومة في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، عندنا فاز الحزب الحرية في الانتخابات الأخيرة، كانت أول الشروط أنه لا يصل هذا الحزب لحقيبة وزارة الداخلية النمساوية المغلقة أسرارها منذ أكثر من 80 عام، لأنه هذه الحقيبة أو بالأحرى وزارة الداخلية فيها كل الأسرار التي منها أولاً أعمار القضاة والمحامين والمترجمين والذين يعملون داخل هذه المنظومة. ليش الأعمار مهمة داخل وزارات الداخلية في كل الاتحاد الأوروبي؟ لأن كثير من هؤلاء هم كهنة، قضاة، محامين، مدعين عامين، سياسيين، مترجمين، برلمانيين، أطباء، مدراء بنوك، مدراء مؤسسات كبيرة اقتصادية وأمور كثيرة، وحتى مدراء مؤسسات عسكرية. كل هؤلاء أعمارهم غير حقيقية داخل هذه المنظومة. ليش؟ لأنهم كلهم يتعاطون مادة الإدرينكروم. مادة الإدرينكروم الذي يتعاطاها يعني اللي عمره 100 عام يبين عمره 40 عام 45 عام أقصى شيء. وكل المسؤولين ضمن هذه المنظومة التي تقوم على خطف الأطفال لصالح النخبة بالذات بالاتحاد الأوروبي كلهم يتعاطون هذه المادة. كثير من المحامين والمدعين العامين بالذات في الاتحاد الأوروبي أعمارهم غير حقيقية، لذلك هم يخافون أن يصل أي أحد إلى حقيبة وزارة الداخلية. طيب كيف يتلاعبون بوزارة الداخلية من خلال أعمار هؤلاء؟ كل هؤلاء كهنة الأنفاق، يتلاعبون بطريقة احترافية بتغيير الأعمار. فبطبيعة الحال جيل بعد جيل ووزارة تذهب ووزارة تأتي وحكومة تذهب وحكومة تأتي، وبهاي الحالة تبقى المنظومة سرية في الداخل. لذلك كثير من المحامين والمدعين العامين لا نجد لهم صور في الانترنت في الاتحاد الأوروبي، حتى لا يشعر الآخرين من خلال الصحافة
والميديا على أن هذه الصور لهؤلاء لم تتغير بسبب تعاطيهم مادة الإدرينوكروم. الاتحاد الأوروبي بشكل كبير يختفي فيه سنويا 6 مليون. أخطر المؤسسات التي تقوم على خطف الأطفال بالجريمة المنظمة هي النمسا، لأن النمسا شريكة على مدى سنوات طويلة مثل ما حكينا منذ الثمانينات. جيفري إبستاين عنده جواز نمساوي، وصدر من الوثائق اللي ظهرت في جيفري إبستاين من أسبوعين تم التأكد على أن وزارة الداخلية سنة 1982 منحت جيفري إبستاين جواز نمساوي باسم مزور. النمسا تمتلك أكبر منظومة في خطف الأطفال من خلال المحاكم الوهمية، مثل ما أنا حكيت في صفحتي اللي تهكرت من أسبوعين عن موضوع خطف الأطفال، لأني صاحبة تجربة شخصية من كهنة السوسيال واليوغت آمت والقضاء النمساوي والبلدية. كل هؤلاء شبكة، بالإضافة إلى كهنة من الأطباء. كل هؤلاء يمارسون الطقوس الشيطانية على الأطفال في الاتحاد الأوروبي، وهم عملاء للمنظومة والنخبة والدولة العميقة. عملية خطف الأطفال تتم بالنمسا أيضا بطرق العصابات وطرق المحاكم. النمسا عندها أكبر منظومة تحالفت في العالم، هي منظومة قرى الأطفال التي تأسست سنة 1953، وحتى اللي أسسها بالمسمى شخص نمساوي. لحد الآن في النمسا تحمل باركات وحدائق ومؤسسات وشوارع اسم هذا السفاح، لأن هذا الشخص أيضا كان متهم بخطف الأطفال وتعذيب الأطفال واغتصاب الأطفال. تفتخر النمسا بهذه الشخصية لحد اليوم. الشوارع والباركات تحمل اسم هذا السفاح. مؤسسة قرى الأطفال عندها فروع في 136 دولة في العالم، وعندها شراكة عميقة جدا مع بشار الأسد. لذلك ملايين الأطفال قامت عائلة الأسد بخطفهم. قرى الأطفال كانت في سوريا، اللي من ضمنهم أطفال رانيا العباسي اللي خطفتهم المخابرات طبعا السورية وبالتعاون مع النمسا، لأنه النمسا هي من يحرك الجهاز الأمني النمساوي السوري بما يخص موضوع خطف الأطفال. زوجة بشار الأسد هي من يقوم على تنفيذ هذه الصفقات، لأن هي من يشرف على قرى الأطفال في سوريا. قرى الأطفال موجودة في كل العالم، وتختطف من خلال هذه العمليات 2 مليون طفل، بس قرى الأطفال حصريا النمساوية. ومن خلال المحاكم الوهمية بالنمسا داخلا منظمات أخرى، منظمة هابت النمساوية من ضمن المنظومة الدولية بعمليات خطف الأطفال، اللي بيها بنتي اليوم تسكن في أحد الدور. منظمة يوغت آمت فيرغ النمساوي هي للمعاقين فوق سن ال 18، اللي دارت عملية خطف بنتي بتزوير التقارير الطبية، وهي اللي كانت مشتكية علي أمام القضاء دون أن أحضر أي محكمة واحدة، بالاتفاق مع المرتزقة المجرمين عماد سمور المترجم الفلسطيني الذي هو عضو بالهيئة الإدارية في الجالية الفلسطينية، والمجرم الكبير الكذاب النصاب المحتال المحامي الذي كان خاص بالدكتور أندرياس رايخنباخ. هذه شبكة كبيرة بالاتفاق مع محكمة حي 12 وسوسيال حي 12. هؤلاء هم ذيول النخبة، هؤلاء هم مخالب النخبة في النمسا الذين يقومون على عمليات ممنهجة بالاتفاق بالخروج عن القانون. عملية خطف الأطفال بالنمسا تدار من قضاء ومحاكم ووزارة العدل وشبكة كبيرة جدا من الصحة. هذه العينة ليست الأولى، هناك عينات كثيرة صادرتها روسيا وأمريكا من تحت أنفاق فيينا من شهرين بالمختبر البيولوجي، ومن الأنفاق التي يتم مداهمتها حيث تم السيطرة على 36 نفق ومختبر بيولوجي في أوكرانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. هاي المختبرات هي للطقوس الشيطانية وانتزاع الإدرينوكروم، وكلها تخرج من الأنفاق أو من أي مكان آخر بحقائب دبلوماسية وتتوزع على السفارات.
هاي منظومة دولية تعتاش على لحوم الأطفال ودماء الأطفال والإدرينكروم. شيرين سباهي النمساوية والدة الطفلة